السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب. هوريكم النهاردة تفريز بطاطس بطريقة مضمونة قدام ربنا، مضمونة 100% إن شاء الله. عمرها ما يجرى لها أي حاجة خالص، وهتخليكم معايا لآخر الفيديو علشان تشوفوا إن هو لو ما مشيناش على الخطوات إيه اللي هيحصل لها، وعشان نشوف الناس اللي بتقول إن هي هتنبت نشوفها إيه العوامل اللي تخليها ممكن تنبت معايا، وهل بعد ما تنبت كمان هتكون تنفع إنها تستخدمها ولا لأ. ركزوا بس معايا في الخطوات كده واحدة واحدة ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بجيب كرتونة، الكرتونة ديت نضيفة، كرتونة ناشفة، كرتونة بقدر الإمكان إن هي تكون يعني لسه جديدة. عندي قش الرز، قش الرز متوفر في الأسواق كتير، متوفر في الأماكن، في القرية في المدينة موجود. قش الرز لازم يكون ناشف جدا، متحمص في الشمس، ما يكونش مبلول، ما يكونش مندي، ما يكونش أي حاجة. تاني حاجة البطاطس الاسبوندا. انا عندي ديت بطاطس سبونتا الصغيره ديت، مش سبونتا، بيبقى لونها غامق شويه، وبتكون تحس ان عليها زي ريش او وبره كده. انما السبونتا بتبقى بيضه وجميله، وبتكون ناعمه زي ما انتم شايفينها كده. وانا بخزن ما يبقاش، شوفوا البطاطسيه ديت بالرغم ان هي حلوه لازم افرز البطاطسيه كويس جدا. بتلاقي فيها سنه بسيطه مثلا مخبوطه بايظه، انا ما خدتش بالي مثلا بنقي ولا بجيب ولا كده. لازم افرز البطاطسيه كويس جدا، انها تكون صحيه جدا، تكون نضيفه جدا، ما يكونش فيها اي مشكله خالص. بعد ما فرشت شويه اللي هو القش الرز دوت، هبدا ارص البطاطس بتاعتي واحده واحده. شايفين بالرغم ان ديت جميله وحلوه وكده، لقيت فيها جزء بسيط قوي طري، لا مش هحطها. لو حطينا بطاطسية بايظة هبوظ البطاطس كلها. انا قلت لكم اهو، خلي بالكم معايا في الخطوات وركزوا معايا في الكلام. هنا بحاول بقدر الامكان ارص طبعا جنب بعضه، ما ينفعش ارص فوق بعض دلوقتي، هو طبقة من القش وطبقة من البطاطس، وبحاول اخلي البطاطس اللي احجامها واحدة تكون مع بعضها في نفس الرصة. شايفين بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. كده خلصت اول رصة، ببدأ اجيب قش تاني وبحطه ان انا اغطي بيه البطاطس، وهبدأ احط الرصة التانية، هجيب بطاطس تانية واحطها. نخلي بالنا يا جماعة ان القش يكون ناشف خالص، ما يكونش فيه اي رطوبة، والبطاطس تكون معلهاش مية، ما تعرضتش لأي حاجة خالص. خطوة مهمة جدا ان انا ما بعملش فتحات في الكرتونة خالص. ما حد اللي يقول لي خرمها وكده، لا، ما مش بتخرم خالص، ما بعملش فيها اي فتحات. تاني حاجة لما اجي اخزنها ببعدها عن اي ضوء، عن اي حرارة، عن الشمس، عن مكان فيه رطوبة. لازم يكون مكان جاف وناشف وفيه تهوية. بلكونة لأ، مطبخ لأ، على السلم لأ، أي مكان بيدخله شمس أو شمس تعرض لها شمس لأ. إن أنا أقفلها جامد بحيث إن أنا ما يدخلهاش أي حشرة، لو ناموسة دخلت لها هتبوظ. خلي بالنا من الخطوات ديت مهمة جدا. معلش أنا آسفة بكررها كتير، عشان بس لا قدر الله ما تجيبيش كمية وتبوظ معاكي، أو يحصل لها حاجة ما تمشيش على الخطوات وترجعي تقولي إنها باظت مني. بعد ما خلصت الكمية بقى وهقفل الكرتونة، بحط بس يعني دوت حتة كرتونة صغيرة أو ورقة أو أي حاجة، علشان الضوء ممنوع إن الضوء يدخل لها. بقفل الكرتونة بس برضو ما بحكمش غطاها قوي. أنا بجيب هنا دباسة وبقفل الإجناب كده، علشان برضو يبقى فيها تهوية وتكون مفتوحة شوية، بس مش هيدخلها ضوء ولا هيدخلها شمس ولا أي حاجة. شايفينها فيها تهوية بسيطة جدا، ان في تيار هوا ولا حاجة يدخلها بس مش اكتر. دي الكرتونة الاولانية خلاص جنبناها. دي الكرتونة التانية. عاوزة اقول لكم ان البطاطس لما تبقى خضرة كده بتبقى بطاطس مش بايظة، هي بس تعرضت للشمس فاخضرت. هنا دي عندي الكرتونة التانية برضو تمام اهيت. بعد ما خلصتها هقفلها برضو، وهعينهم في مكان جاف، تحت ترابيزة، تحت سرير، اي مكان جاف بعيد عن الشمس، عن الضوء، عن الرطوبة، علشان ما تبص معاكي. الطريقة دي ولا حطينا عليها ملح ولا حطينا شطة ولا سكر ولا اي حاجة من اللي بتتقال دي خالص، هي بتتحط زي ما وريتها لكم كده وبس. دي عندي بقى البطاطس اللي هي شايفة فيها حتة خبطة، مش خبطة، هي مش بايظة يا جماعة، لو لقيتوها في السوق ما تشتروها. حتى ديت هي مفلوقة في الأرض بس مش أكتر. دي بستخدمها في الأول. دي بقى اللي ممكن أخدها وأعملها صوابع وأعينها في الفريزر. بس طبعا لما بتبقى كمية كبيرة الفريزر مش هيستحمل كل دوت، حتى دي فريزر مش هيستحمل كل دوت الكميات اللي بتبقى الكتيرة معانا. فاحنا بنستخدمها بالطريقة ديت وتفضل معاكي، ما بتاخدش مكان خالص. كرتونتين تلاتة بتعينيهم في مكان بتجنبيهم ومفيش أي مشكلة.
ده اللي قلت لكم عليه في اخر الفيديو. دول كانوا حبة فاضيين من السنة اللي فاتت في كرتونة، فانا كنت حبة صغيرين ونقلتهم في مكان هو فيه رطوبة شوية فنبتت. شايفين ما شاء الله الشكل مبهج جدا جميل. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحان الله. شوفوا نبتت ازاي، عشان شوية رطوبة بس وصلوا المكان او وصلوا الكرتونة. شايفين كلها عاملة ازاي جميلة جدا، سبحان الله. ولا ارض بقى ولا تربة ولا اي حاجة خالص، شوية قش وشوية رطوبة، وطلعت البطاطس الجميلة الصغيرة دي. طبعا انا مش هرمي، انا هكمل انباتها وهقول لكم ازاي. حابة بس اوريكم في الاول، ادي بطاطسية منبتة معايا اهي، عشان لو طالها رطوبة هتنبت. بصوا البطاطسية مش بايظة ولا فيها اي حاجة. هي كل الحكاية ان هي دبلانة شوية، لو خدتها حطيتها في شوية مية هتبص تلاقوا الدبلان ده كله راح ورجعت كأنها لسه جاية جديدة. ممكن اشيل التنبيت بتاعها اللي فيها دوت كمان واستخدمها عادي، دوت اللي حصل معايا واستخدمتها وكلتها عادي مفيهاش اي مشكلة. اللي منبتة بقى، انا جبت كرتونة صغيرة اهيت على قدها وحطيت فيها قش رز، وهديله بقى بخة مية بسيطة علشان يكمل الانبات بتاع البطاطس وتطلع لي بطاطس صغيرة جميلة عندي في البيت بدون تربة ولا اي حاجة. فردتها بقى كده وحطيت لها كمان شوية قش وقفلت عليها وحطيت لها بخة المية زي ما قلت لكم كده، علشان اخد منها بقى بطاطس بيتي تكون حلوة جدا وتكون حلوة زي الصغيرة اللي طالعة لي دي. يا رب أكون أفدتكم بمعلومة. ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الجميلة، ودمتم دايما يا رب بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب.